بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي، بقفل السدة بتاعت الحجر من تحت أهو بتاع البنطلون. قبل ما أوصل للآخر ب 2 سم 3 سم وأقف كده. أعيد كمان مكنة، أعيد كمان خياطة كده عشان تثبيت، لأن الحجر ده بيبقى عليه ضغط وشغل. بسم الله. تمام تمام. نعمل إيه تاني؟ بندي الورقة دي كده، بشد الحجر أهو ده، بسم الله. بشد الورقة اللي ناحيتي دي، السوستة راكبة في ورقة ثانية، عايز أركبها في الورقة دي بالمقاس، وهشد القماش قد بعضه كده. تمام تمام. أوديها على السوستة كده، وأنزل من تحت وآخد خياطتين برضو زي ما خدتها في الناحية التانية. بسم الله. أنشن كده وأظبط أموري. بسم الله الرحمن الرحيم. المسافة دي اللي ماشي فيها صباع دي لازم تبقى قد دي بالظبط، لا تفرحها إلا كده ولا كده، ولا فيه زيادة ولا نقصان. خدت المكنة دي كده أهو، أرجع آخد كمان مكنة أثبتها. كده السوستة ركبت في الناحيتين من الصدر. أعمل إيه تاني دلوقتي؟ أخش من تحت، أميل الورقة اللي راكب فيها السوستة الأولانية اللي هي دي ناحية ورا، وأتأكد إنها راحت ناحية ورا كلها كده بإيدي من تحت وأشوف. تمام تمام. وأظبط الورقة الفوقانية ناحيتي أهي، واحدة كده واحدة كده، وأنزل من تحت قفل السوستة. قفل السوستة أهو باين، حضراتكم شايفينه في الكاميرا تحت صباعي أهو. أنزل من تحتيه بنص سنتي عشان ما اركبش يكسر الإبرة. بسم الله. الدوران بتاع البتلاتة ده من هنا عايز شغل وفن تحت صباعي كده، لا فيها لعبكة ولا ناحية رفيعة وناحية تخينة، لا قد بعضيها. بسم الله. حتى لو طلب ان اقف بالمكنه ماشي، عشان الدوران يبقى كويس شكله حلو كده، لان دي مرايه البنطلون. البتلاتة دي مرايه البنطلون والزبون لابس البنطلون. الحمد لله طلعنا منها، حضراتكم شايفينها اهي، ادي السوسته اهي. تمام.
ناخد فرماتوره تحت، رباط على على الفرده اللي تحت دي، اجيبها تحت ناحيتي تاني مكانها، لان هي مكانها ناحيتي كده، بس انا كنت موديها لورا علشان المكنه ما يتخلطوش في بعض الثلاث فرد. اجيبها مكانها تاني بقى ناحيتي، واخد رباط عليهم كلهم، فرماتوره من هنا برضو تحت قفل السوسته، كم غرزه كده رباط، واخد رباط من جوه تاني هوريه لكم منين. والرباط التاني هيمسك الورقتين دول في بعض كده. ده عشان يشد مع السوسته بقى، ما يبقاش السوسته لوحدها بتشد والقماش بيشد فيها. اهو فرماتوره اهي، وفرماتوره فوق اهي كده. الصدر كده اتعمل، بسم الله ما شاء الله. ابدا اعمل الجيب الوراني واشبط البنطلون في بعضه بقى، الصدر في الصدر في الظهر، البنطلون قدامي زي العسل اهو، كسر اهي، جيب يمين اهو، جيب شمال اهو، بتلت اهي، سوست اهي، بسم الله ما شاء الله. شغل نظيف نظيف نظيف. طب ناخد ماركه ونعلم الصدر بقى. المنطقه دي من هنا المقاس يبقى من المكان ده، من اول السوسته الفردتين راكبين على بعض الصدرين اهو، اليمين والشمال، ده النص. بناخد من هنا لهنا كده 24 سم، وناخد ماركه. الزياده تتعرش من هنا من الجنب، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. 24 سم اهو. هنفلفل المنطقه دي كده، الحته دي تسفل الجنب ده، ونخيط قصاد العلامه دي، نطبق الصدر في الظهر 24 سم الجنب الثاني، بسم الله. كده نروح على السفله، على معمل الجيب الوراني، وري لحضراتكم هتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الجيب الوراني ملزوق له حته فوزلين، فوزلين من القماش، من الفوزلين الطري، وساده من جوه بطانه على القماش، عشان الجيب الوراني ما يبقاش فيه شد وجذب او يتقطع ولا حاجه من الخياطين دول او من الخياطه دي، لان في شغل. لازم تبقى فيه هنا حاجه تخانه كده تمسك الخياطه ببعضها. طيب ادي الجيب، نحط الجيب كده في المنتصف، في المنتصف اهو، والجيب في المنتصف بالظبط. تمام تمام. في عندي حته قماشه هعملها شفه للجيب، وفي حته قماشه ثانيه متنيه شفه للجيب الثاني، الجيب في شفه ثانيه للجيب، ودي حته خياله، ده الخياله اللي هتبقى من جوه، اذا زي الجيب اتفتح كده الخياله دي اللي تبان. تمام تمام. ادي شف البنطلونه، شف الجيب اهي، وادي الحته الثانيه اللي تحت، من تحت الشفه الثانيه اهي. اخد بركه كده على بعد 3 سم، وابدا في ماركه هنا اهي، احطهم على بعض، بسم الله. اخد فرماتوره خفيفه كده، ماشي، قصاد الماركه دي، وهقف عشان ده وسع الجيب 14 سم. ممكن اخد ماركه كده، علامه، علامتين قد بعض اهو، راكبين على بعض اهو. تمام تمام. امشي خياطه عدله ما فيهاش انعوجاج لغايه الماركه دي، واقف فرماتوره اهو. اعمل ايه تاني؟ عايز اخيط الورق الشفه ديت فوق. اجيب الورقه دي كده، الخياطه دي كلها كده، وافركها بضفري، واخلي النسل ده ناحيه قدام، والعدل المتني ده ناحيتي ناحيه انا، واحطهم كده على بعض، بسم الله الرحمن الرحيم.
واقلب القماش كده. اي استفسار، اي ملاحظ، اي نقد، انا ما بزعلش. اخد فرماتوره كده قصاد الخياطه التحتانيه. بسم الله، بسم الله. كده قصاد الخياطه دي كده، وهقف عشان ده وسع الجيب. اخد فرماتوره واطلع اشق الجيب بقى كده. الجيب عايز يتشق. مصانع الجاهز بتعمل شغل جاهز، الجيب ده بتشق في مكنه بتشقه، لكن انا بشقه يدوي بالمقص. بسم الله. حته كده قد جزء المقص ما يخش، وابدا اخش بالمقص جوه بين خياطين بعضيهم. بسم الله. يا ميسر الامور يا رب، يا ميسر الامور يسر امورنا يا رب. اشق الجيب بين خياطينه بالظبط، بين خياطينه بعضيهم بالظبط. لا اجي على حق واحده ولا اجي على الثانيه. تجيب معصلك ليه كده. اجي هنا اعمل عروسه قبل ما احصل الخياطه اللي فوق الرباط ده. اعمل عروسه زي الثمانيه كده، او تكون سبعه، اللي بيشوفها سبعه يشوفها، واللي شايفها ثمانيه شايفها كده. الحته اللي بسيبها دي الصغيره دي، الضفر ده، ده اللي هيبقى فيه الخياطه اللي هتثبت حرف الجيم ما يفتحش. تمام تمام. نكمل شق الناحيه الثانيه. قبل ما اوصل لاخر الخياطه بقف عشان اعمل العروسه اللي قلت لحضراتكم عليها اهي، السبعه دي كده، او كانت 8 عند حضراتكم شايفينها 8 تبقى 8 كده. الودنه دي اللي هخيط عليها، اقلب كده وادخل كل حاجه مكانها بقى. دي تخش مكانها كده، الورقه اللي ركبتها الاولانيه دي كده. الشفه الثانيه اللي فوق اقلبها لقدام كده، يقابلوا بعضيهم. عفوا، يقابلوا بعضيهم كده عشان الشغل يبقى كويس. لو محتاج افركه بضفري ماشي عشان انيم الخياطه. تمام كده. الثانيه فوق محتاجه افركها ماشي، لانه مش تخين، جبردين 30 30 من عند الحاج فؤاد الزنفلي. القماش ده كنا بنجيبه من كام سنه كده يعني، مش بعيد، ب 15 جنيه المتر، وبعد كده وصل 20. يا بقى زعلانين قوي. بقول للزبون انت جايب القماش ده بكام من عند الحاج فؤاد الزنفلي؟ قال لي ب 125 جنيه المتر. الدنيا راحت في كام ضعف يا جماعه. ربنا يفكها علينا وعلى المصريين يا رب، ويهون ويصلح الحال للجميع يا رب. الودنه هي اللي بقول لحضراتكم عليها، اللي الثمانيه والسبعه واللي الضفر ده نايم كده، اتاكد. باخد عليه خياطه اهي، فرماتوره كده على الحرف، تثبيت. اليمه الثانيه زي اليمه الاولانيه، الشفتين ما بين بعض اهم زي العسل اهو. وبرده الودنه جوه اهي، اطلعها واتاكد انها طلعت مع البفته كلها. بسم الله ما شاء الله. اخد رباط كده فربطوره برضه، اطلع كده. محتاج ايه تاني؟ اثبت ديت
الورقه دي في البافته دي من على الحرف كده، واخد مكنه وارجع اركب الخياله واطبق الجيب. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم احسن خاتمتنا يا رب، اللهم يسر امورنا يا رب. شايفين المكان ده كده، الحته اللي ماشي فيها صباع دي، ورقه الجيب دي اسيب قدها فوق الناحيه الثانيه عشان يبقوا قد بعض. ان كانت 10 سم اسيب 10 سم اهو حضراتكم كده. الحته دي قد الحته الثانيه عشان هنطبق الجيب على بعضيه. الخياله تركب اهي، اخد لها مكنه تحت. الخياله دي يعني ايه خياله؟ يعني الجيب هيكون في المكان ده كده، مكان ايدي ما بتمشي كده، دي اسمها خياله. ما تبينش القماش بتاع الجيب ده ابيض ده. بسم الله نطبق الجيب كده، بفتح على بعضيها اهي. بسم الله. الجيب طوله كده 17 سم 18 سم على قد المحفظه. بسم الله. ناخد رباط فوق الشفه الفوقانيه من فوق الخياطه. ماشي ماشي. الرباط اهو، نحبس الورقتين مع بعض. كده ربطناهم في بعض كده. نحدد الجيب، نقفله بقى عشان الزياده تتعرش تسرفل. مكان ايدي كده اهو كده، الزياده دي هتتشد. ناخد في الماسوره تحت رباط، نطلع. بسم الله. زي ما عملنا الخيطه الاولانيه، عرض الجيب حوالي 16 سم عشان يبقى اوسع من فتحته من فوق، فتحته 14. نسيب سنتي سنتي ونص اهو كده. تمام تمام. كده الجيب اتعمل اهو. المحفظه تخش كده، الجيب اهو اخره اهو هنا. الجيب اتعمل كده. ناخد فرماتوره ثانيه تثبيت على الجيب عشان ما يفكش وما يتقطعش في نهايه الجيب من الجنب من هنا والجنب من هنا. فرماتوره كده، رباط حلو كده. المصانع الجاهزه الفرماتوره دي بتتعمل مكنه مخصوص بتعمل الفرماتوره دي. تمام تمام يا حاج شلتوت. الحمد لله رب العالمين، خلصنا من الجيب. ناخد له رباط فوق. الجيب اتعمل كده، يروح دلوقتي سرفله، تتشال الزياده اللي هنا دي والزياده دي، ونيجي نطبق الصدر في الظهر. يبقى كده على وشك خلصنا البنطلون. بعد اذن حضراتكم، ارجو اللي يشاهد الفيديو يشاهده للاخر، علشان انا محتاج ساعات مشاهده. ربنا يبارك في حضراتكم ويخليكم ويبعد عنكم كل شر، ويكفيكم ويكفيني شر المرض يا رب، ويشفي كل مريض يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.